اتفقنا قبل كده يا جماعة ان مهارات الانجليش هم 4: القراية والكتابة والتحدث وكمان الاستماع. بس اكبر مشكلة او اكتر حاجة شائعة ان الناس على طول عندهم ازمة فيها هي الكلام، مش عارفين يتكلموا انجليش كويس. طيب الحل ايه؟ الحل هي الطريقة اللي انا هقولها لكم دي، المحادثة. طريقة المحادثات يا جماعة طريقة فعالة جدا جدا جدا، وفعلا بتجيب نتيجة، ومفيش حد جربها غير لما فعلا فرقت معاه واتحسن كتير في الانجليش. طيب النهارده المحادثه بتاعتنا هتبقى فين؟ هتبقى في احنا طبعا كل فيديو بناخد موضوع معين. النهارده الموضوع بتاعنا هيبقى في الفندق at the hotel، في الفندق. الفيديو بتاعنا يا جماعه هيبقى منقسم ل4 اجزاء. اول جزء عباره عن الكلمات اللي ليها علاقه بموضوعنا اللي هو ليها علاقه بالفندق يعني. وتاني جزء هيبقى عباره عن محادثه، اللي هي محادثة في الفندق بين طرفين، وأنا اللي هقوم بالطرفين دول. وده ليه؟ علشان أخليك تقرأ إنجلش، لأن الكلام اللي أنا بقوله قدامك، وكمان تسمع إنجلش من اللي أنا بقوله، وكمان الترجمة تحت إن احتجت الكلمة مش فاهمها كويس. الجزء الثالث هيبقى عبارة عن برضه محادثة، بس انت جزء فيها، انت بارت وانا بارت. تمام؟ وده ليه؟ علشان اخليك تتكلم معايا انجلش، وزود عندك الثقة بالنفس، وتتعامل بقى بالانجلش، تعرف السؤال بيتعمل ازاي والاجابة بتتعمل ازاي، وتعرف تتعامل بالانجلش. الجزء الرابع عبارة عن نفس المحادثة، بس الشخص اللي انا كنت فيه المرة اللي فاتت، انت اللي هتقوم بالدور بتاعه، وانا اللي هقوم بالدور بتاعك اللي هو اللي كان بتاعك المرة اللي قبلها. في الفيديو بتاعنا يا جماعة بيركز جدا ان انا اخليك تحفظ الكلمات والجمل وانت في الفيديو. يعني مش مضطر ان انت تقعد تمسك ورقة وقلم وتقعد تذاكر 50 مرة، لا، انت هتسمعه كذا مرة، بس هتقوله كذا مرة، خلاص كده هيتحفظ. افضل جدا ان يبقى جنبك موبايل وتسجل صوتك وانت بتتكلم معايا انجلش، علشان تسمع هل النطق اللي انت نطقته صح ولا غلط. فعلا يا جماعة لو مشيتوا بالستبس دي فعلا هتفرق معاكم. الطريقة دي مش طريقتي انا الشخصية، دي طريقة عالمية وبتتعمل في اشهر اماكن للكورسز بتاعت الانجليش. ويلا نبدأ. بس قبل ما نبدأ اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان نشجع القناة ان هي تكبر، وكمان علشان يعني افهم ان الفيديو عجبكم. ويلا بينا نبدأ. نبتدي الاول بالفوكابلري زي ما انا قلت لكم. اول الفرق بين الفنادق، في فندق اسمه هوتيل، والهوتيل هو فندق كبير. وعندنا موتيل، وده فندق بيبقى على الطريق، يعني الناس ما بيقعدوش فيه وقت طويل، هو بس عشان للراحة في الطريق. يعني لو واحد مثلا مسافر بلد بعيدة فبيركب بيخش الموتيل ده علشان يستريح شوية مؤقتة فيه. ايه الفندق التالت معانا اسمه هوستل. هوستل، والهوستل يا جماعة ده دايما بيبقى الشباب هم اللي بيقصدوه يعني. وده ليه؟ علشان هو رخيص وسعره مش غالي، فعشان كده الشباب بيحبوا يروحوا الهوستل. عشان تروح فندق يفضل ان انت تعمل reservation 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 اللي هو حجز. والفعل بتاع reservation هو reserve reserve reserve، يحجز. أو book، يعني ممكن تقول I want to reserve a room أو I want to book a room، عايز أحجز غرفة. طب حجزتها، هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل check-in check-in check-in. يعني ايه check-in؟ يعني تسجيل دخول، خلاص ان انت داخل الفندق. طيب خلصت مثلا، قعدت في الفندق 10 ايام 5 ايام يومين وخلاص بقى ماشي مغادر الفندق، هيبقى اسمك هتعمل ايه؟ هتعمل check out check out check out check out، اللي هو مغادرة الفندق، وخلاص انت دفعت الفلوس وحسبت وكله تمام وهتغادر خلاص، فتعمل check out. يبقى check in دخول وcheck out خروج. الغرف، في انواع كتيرة من الغرف جوه الفندق. في غرفة فردي single room، ودي بيبقى فيها سرير واحد بس. في عندنا double room، ودي بيبقى فيها سريرين.
وعندنا triple room ودي بيبقى فيها 3 سراير. تاني single room single room double room double room triple room triple room. طيب في غرف تانية؟ طبعا في suite suite suite. بصوا يا جماعة suite دي مختلفة عن suite اللي هي حاجات حلوة يعني في وحتى السبيلنج مختلف. اوكي شايفين في كذا نوع من السويتس. في طبعا رويال سويت اللي هو الجناح الملكي، وفي طبعا بتبقى حاجات مودرن تانية. في كذا شكل للسويت يعني على حسب اللي طالبه عامل ازاي. طيب الاماكن في الفندق، في عندنا ريسبشن اللي هو مكان الاستقبال، اللي هو ريسبشن اللي هو المدخل بتاع الفندق اول ما تخش كده بيبقى فيه ريسبشن. وفي عندنا اللوبي اللي هو مكان برضو اللي الناس قاعدين فيه بقى في الريسبشن كده، ده اسمه برضو لوبي. عندنا كمان المطعم اللي جوه الفندق او المطعم عموما اسمه ريستورانت ريستورانت ريستورانت. accommodation 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 اللي هي الإقامة، يبقى إقامة يعني accommodation. في عندنا كذا نوع من الإقامات. ممكن ناس بيروحوا all inclusive all inclusive يعني بتقعد بقى في الفندق شامل، اللي هو الإقامة شاملة إيه؟ شاملة فطار غدا عشاء وسناكس وكمان مشروبات طول اليوم. دي كده اسمها all inclusive all inclusive. في عندنا full board ودي فطار وغدا وعشاء. وعندنا half board ودي كده فطار وعشاء. عندنا كمان bed and breakfast ودي بتبقى فطار بس. تاني نقولهم accommodation all inclusive full board half board bed and breakfast. نكمل. facilities، طبعا كل فندق سعره بيفرق عشان الفاسيلتيز اللي جواه. ايه هي الفاسيلتيز؟ اللي هي الخدمات. كل فندق ليه خدمات بيحاول يبقى سوبر فيها علشان الستارز بتاعته تعلى. ففي فنادق فيها جيم اللي هو الجيمنازيوم، في فنادق فيها سبا اللي هو اماكن بيبقى فيها تدليك بقى للجسم والعناية بالبشرة والمساج والحاجات دي كلها في السبا. وفي كمان اماكن فيها باركينج اللي هو موقف سيارات او الجراج. وكمان روم سيرفيس، طبعا جودة الروم سيرفيس بتفرق من فندق للتاني، اللي هي خدمة الغرف. ايه هي الروم سيرفيس؟ اللي هو مثلا حاجة باظت عندك في الغرفة فانت بتتصل بالروم سيرفيس بيجوا يصلحوها لك. طلبت اكل في الغرفة بتاعتك فبيبعتوهولك في الروم سيرفيس بيبعتوهولك. فالروم سيرفيس هي خدمة الغرف. وكمان عندنا المسؤولين عن النظافة housekeeping. حمام سباحة، ممكن تقول pool أو swimming pool. بحر يعني sea وشاطئ يعني beach. عندنا نوعين من المفاتيح. في مفتاح عبارة عن كارت اسمه key card. وعندنا المفتاح العادي اسمه key. الولد اللي بيوصل الشنط للغرف اسمه bell boy أو bellman. خزنة اللي هي بنحط فيها الأوراق المهمة في الفندق والفلوس والكلام ده. سيف وطبعا يا جماعة سيف ليها معاني تانية، يعني أمان مثلا، فليها كذا معنى تاني. فسيف هنا في الخزنة معناها يعني خزنة. اوكي، ويلا يا جماعة نبدأ المحادثة. ركزوا معايا.
اسمعوا كويس، عيدوا كذا مرة لحد ما تسمعوا كل كلمة. أنا هحاول أتكلم بالراحة جدا علشان توصل لكم كل كلمة واضحة خالص. يلا بينا نبدأ. Good afternoon, sir. Can I help you? Good afternoon, sir. Can I help you? Yes, I want to check in. I have a reservation. Yes, I want to check in. I have a reservation. Your name, please. Mr. Watson. James Watson. Could you spell your last name, please? Could you spell your last name, please? W-A-T-S-O-N. Here we are. For 5 nights, isn't it? Here we are. For 5 nights, isn't it? Yes. Could you fill out the registration card, please? Could you fill out the registration card, please? Sure. Your room number is 214. It's on the 2nd floor. Your room number is 214. It's on the 2nd floor. Does it have an ocean view? Does it have an ocean view? Rooms with ocean view are $15 more per night. Your room overlooks the park. Rooms with ocean view are $15 more per night. Your room overlooks the park. But I'd like a room with an ocean view. But I'd like a room with an ocean view. Sorry, those rooms are all taken. Sorry, those rooms are all taken. What a bad luck. What a bad luck. You can have the available room now, and by tomorrow there will be some empty rooms. You can move then. You can have the available room now, and by tomorrow there will be some empty rooms. You can move then. Okay, thanks. Could I have an early morning call tomorrow, please? Could I have an early morning call tomorrow, please? Certainly. What time? 6:30 a.m. Can I have my breakfast in my room at that time? 6:30 a.m. Can I have my breakfast in my room at that time? Yes, of course. Would you like to order it now? Would you like to order it now? I'd like just coffee, cheese, and toast, please. I'd like just coffee, cheese, and toast, please. Can you tell me the activities I can do here during my stay? Can you tell me the activities I can do here during my stay? There are many activities. You can go swimming, diving, or go shopping. We have great programs for our guests. There are many activities. You can go swimming, diving, or go shopping. We have great programs for our guests. That's lovely. I'm sure you will enjoy. I'm sure you will enjoy. The bellboy is coming to carry your bags, and here is your room key card. The bellboy is coming to carry your bags,
and here is your room key card. Thanks. And this is يا جماعة your turn. يعني ده دورك انت. You will be the guest now. انت اللي هتبقى الجست. ومعنى كده ان انا هكون the receptionist اللي هي البنت بتاعة الاستقبال، او هكون اللي هي بمعنى يعني ممكن نقول receptionist وممكن نقول front desk girl او front desk clerk اللي هو الموظف بتاع الاستقبال. ليه معنيين. يلا بينا نبدأ يا جماعة. Good afternoon, sir. Can I help you? Your name, please. Could you spell your last name, please? Here we are. For 5 nights, isn't it? Could you fill out the registration card, please? Your room number is 214. It's on the 2nd floor. Rooms with ocean view are $15 more per night. Your room overlooks the park. Sorry, those rooms are all taken. You can have the available room now, and by tomorrow there will be some empty rooms. You can move then. Certainly. What time? Yes, of course. Would you like to order it now? There are many activities. You can go swimming, diving, or go shopping. We have great programs for our guests. I'm sure you will enjoy. The bellboy is coming to carry your bags, and here is your room key card. ودلوقتي يا جماعة انت دورك هيبقى مختلف. انت هتبقى الريسبشنست وانا هكون الجست. يلا بينا نبدأ. طبعا تاني احنا قلنا you will be the front desk اللي هو الريسبشنست، يعني front desk clerk اللي هو الريسبشنست. Yes, I want to check in. I have a reservation. Mr. Watson, James Watson. Watson. Yes. Sure. Your room number. Does it have an ocean view? But I'd like a room with an ocean view. What a bad luck.
Okay, thanks. Could I have an early morning call tomorrow, please? 6:30 a.m. Can I have my breakfast in my room at that time? I'd like just coffee, cheese, and toast, please. Can you tell me the activities I can do here during my stay? That's lovely. Thanks. وبكده يا جماعة نبقى خلصنا. أتمنى أن يكون عجبكم الفيديو. معاكم قناة Easy English with إيمان سامي. أتمنى أن انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان نتابع معاكم ونشوف انتوا محتاجين ايه، وتكتبوا لي في الكومنتس انتوا محتاجين مواضيع ايه تتشرح، وان شاء الله اشرحها لكم قريب جدا. Thanks for watching. Bye bye.